دايما الجو لما بيبقى برد ونفسنا ناكل حاجة حلوة بنفكر في طاجن ام علي او طاجن رز معمر. من الحاجات الجميلة كده اللذيذة الدسمة اللي بناكلها ونتدفى يعني حاجة من الاتنين دول بنكون في قمة سعادتنا واحنا بناكلها. النهاردة بقى انا فكرت السعادة تكون ميكس مع بعض، ان انا اعمل طاجن مشترك ما بين الاتنين، ام علي والرز المعمر. تعالي معايا بقى شوفي الفكرة الرهيبة دي عملتها ازاي، ونقول بسم الله صلي على الرسول. واول حاجه هبتدي بيها كوبايه رز. عايري كوبايه رز حطيها في طبق غويط، اغسلي الرز كويس قوي. بعد كده حطي له شويه ميه وسيبيه منقوع في الميه لمده نص ساعه. ممكن تسيبيه شويه اكتر كمان، بس المهم مش اقل من نص ساعه. خلاص كده هسيب الرز منقوع. بعد كده هجيب الطاجن اللي هعمل فيه الحاجه الحلوه بتاعه النهارده، ونحط فيه الرز ونوزعه بالشكل ده. وهننزل على الرز بمعلقه سمنه وممكن مكعب زبده، المتاح عندك استخدميه. بعد كده كيسين فانيليا، ونركن الطاجن على جنب شوية. نجيب لتر لبن وننزل على اللبن بكوباية سكر، والسكر هنا يعني ممكن نزوده ونقلله حسب ما بنحب. بعد كده معلقتين كبار مليانين نشا، ونقلب النشا مع السكر لحد ما يدوبوا خالص في اللبن. بعد كده هنرفع المكونات دي على النار، نار متوسطة، ونقلب باستمرار لحد الخليط ما يبتدي يغلي. احنا مش عايزينه هنا يتقل، وبعدين كمية النشا هنا مش كتير قوي، يعني مش هتخلي الخليط زي المهلبية، لا هو هيبقى لبن بس لبن تقيل شوية. قلبته باستمرار على نار وسط لحد ما اللبن بدأ يفور. هاخده زي ما هو كده هو بيغلي، هنزل بيه على الرز، ونركن الطاجن على جنب شوية. بس المهم ان الطاجن هنغطيه، مش هنسيبه كده مكشوف، تمام؟ هنغطيه ونسيبه شوية على ما نحضر باقي المكونات. والفترة دي الرز هياخد من حرارة اللبن وهيدخل في سوا وهو متغطي كده على الرخامة. هنركن الطاجن ونجيب لفة جلاش وزنها 500 جرام. واللفة دي سواء كلها طرية او فيها ورق مكسر يعني مش هتفرق، كده كده احنا هنكسرها. فقطعي اللفة وهي مبرومة زي ما هي كده، قطعيها بالسكينة لحتت. وبعد كده هنفتح القطع اللي احنا قطعناها دي كده مع بعض، نفردها ونبتدي نقطعها لحتت صغيرة. فطريقة التقطيع دي يعني اسهل حاجة. بعد كده هناخد الجلاش ده نحطه في صينية كبيرة او في قالب كبير، ونحاول ان احنا نفرطه من بعض، لان هنلاقي الورق لازق في بعض شوية. طب انا هنا استعملت لفة جلاش عشان انا بحب ام علي تكون ماسكة يعني جامدة شوية، مش خفيفة قوي وسايبة. فتقدري علشان الطاجن يطلع معاكي مظبوط، لو انت حابة اللبن فيه يبقى كتير استخدمي نص لفة جلاش بس. بعد كده وزعت على الجلاش كام معلقة سمنة، وهاخد الجلاش ادخله الفرن تحت الشواية، وهقلب فيه كده تحت الشواية كم مرة لحد ما يتحمص. بعد كده نرجع للطاجن تاني. الرز هنا هنحس ان هو يعني اخد تسوية بسيطة كده من حرارة اللبن. بعد كده هننزل بقى بكمية الجلاش المحمص. طاجن يعني فظيع بصراحة، رهيب. كل اللي بيحب ام علي وبيحب الرز المعمر يعني هيلاقي الاتنين في طاجن واحد، فدي حاجة يعني خطيرة خطيرة في الطعم بجد. ولسه هنحط اضافات تاني بقى تخلي الطاجن يعني طعمه دسم اكتر وكريمي اكتر. المهم هتحطي هنا بقى نص لفة الجلاش، لو انت عايزة ام علي يبقى فيها نسبة كده من اللبن وتبقى باينة، لان مش كل الناس بتحب ام علي ماسكة. فانا حطيت هنا كمية من الجلاش وبوزعها على الوش، والرز طبعا في الطاجن من تحت. بعد كده هنجيب كوباية لبن وكوباية مية، وهنا نقدر نستخدم بدل اللبن مية، يعني نقدر نحط كوبايتين مية، لان الرز المعمر ما بيستويش مع اللبن لوحده، لازم نحط له مية علشان يستوي. تمام؟ فلك الاختيار هنا ان انت تستخدمي كوبايه لبن وكوبايه ميه او الاتنين ميه. بعد كده انا حطيت كام معلقه كده من بودره كريم شانتيه الخام، ودي اضافه هتخلي الطاجن بطعم كريمي وفيه دسامه كده طعمها حلو. وبكده الطاجن بقى جاهز ندخله الفرن على طول. ولو حابه ان انت يعني تكتفي بكميه الميه بس من غير ما تحطي الكريم شانتيه ولا لبن، فتمام، حطي كوبايتين ميه بس ما تنزيش تزودي السكر. هنحط الطاجن في صينيه عشان لو اللبن فار شويه ولا حاجه، وهنسيبه على الرف اللي في النص. والطاجن ده بيقعد من ساعه الا ربع لساعه في الفرن، تمام؟ بس اول نص ساعه بيقعد على نار عاليه. بعد كده بتخلي النار متوسطه او اقل من المتوسطه، وتسيبيه يكمل السوا بتاعه. بعد ساعة الا ربع بالظبط بتشوفي هل استوى والوش بقى لون ذهبي، ولازم تاخدي من تحت كده بالمعلقة تشوفي الرز كمان استوى مظبوط ولا لا. لو لسه مش مظبوط قوي بعد ساعة الا ربع سيبيه لحد ما يكمل الساعة،
وكلي احلى طاجن ام علي ورز معمر مع بعض، طعم رهيب جدا، ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم.